واو مصطفى السيسي لسعين و13 عاملين دوشة وحكايات هربانة مننا واسأل عننا هيقولوا عنبر جنايات بطايقنا دي متقطعة الفرد يقوم بربعة أول غشيم وتانينا زعيم وتالتنا يابا مدرعة اسعى فتح عينك شوف بيتكلم مين قالوا عني غشيم جوا أرض التكن أنا جيت سموني زعيم أي حد مش عجبني عادي بهينه وقت بكسر عينه اسمي ده على جبينه وعلى وش اللي يجيبه عاملين حملة تتلاقى كله ده منها هيخاف صاحبين صارخين فينكوا يا طايرين ما فيكوش واحد يتشاف مش كنتوا جيتوا في كرفات حبيتوا تعملوا حكايات وما شفناش منكم لقطة طلعتوا بتوع حوارات اسلكوا لحظة الدنيا معاك وهتمشي وانا اديكوا رمشي بس ببقى رجولة معاكوا ده ما بيتمرش انتوا ليه بقيتوا حابين اللي يهينكوا واللي يكسر عينكوا ليه ورقكوا تملي رايح للي بيكرفكوا انا شفت معاك عجايب وطالعة متساب مش سايب ازاي كنت بتقدري على كده وتقولي ان احنا حبايب حبك دمرني اكيد حول للشخص مريض وبقيت شكك قصاد الناس كلها ده وانت وفين الايام الجاية انا هبقى بطولي مش لخلق معقولي هرمي كل الخاينين بره ده ولا شغلوني الحياة بسيطة اصل مش موضوع والرجوع ممنوع مش هبص ورايا ان شاء الله تموتوا من الجوع هتشوف واحد مسعود دراكولا مختفي في النور والضلمة دي اكتر حاجة بتقسي الدم بيه مفقود مدته ما فيهاش افراط خربان مش لاقي علاج وطريقه كله مطبط سكته مش عدلة طريقه زجزاج مش هشوفكوا يا اللي قلتوا تيجوا عليا شلتوا ليا اذية قلتوا عني ده طيب عايش في الحنية خد تعالى يلا اقولك انت وهو اللي جاي على نوى ايدي هتقطعك وهتشوف واحد بلوى طب هاتوا اخركوا اوام مين هنا عامل فندام انا طالبه اوام ينزل اللي هيجي ولا هيخلع وينام فخدوا لما طلبتهم ما انا كنت حارق دمهم طولوا ولا يقدروا عليا عشان معروف ان انا عمهم كله جنب مني تقييمه يكون زيرو وانا معروف هيرو اللي بيعرض عليا بجيب مناخيره مش براعة عيش وملح زي الباقي اصل انا اخلاقي لو بقيت على وضع غيب بسته مع اعدائي الفيلو ده